أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن عالم الأتمات الصناعية، وتحديداً عن العقل المدبر اللي بيحرك كل حاجة في المصانع الحديثة، ال PLC. لو في مرة كده بصيت على خط إنتاج ضخم وسألت نفسك إزاي كل ده بيشتغل بالدقة دي، فالإجابة كلها بتبدأ من الجهاز الصغير ده. تعالوا نبص سوا على مكنة زي اللي قدامنا دي. شوفوا كمية الأجزاء اللي بتتحرك فيها. في أجزاء بتملى العبوات، وأجزاء تانية بتقفلها، وحاجة تالتة بتلزق عليها الاستيكرات. كل ده بيحصل في نفس اللحظة بتزامن مثالي. أي غلط بجزء من الثانية ممكن تبوظ الدنيا كلها. السؤال هنا هو إزاي التنسيق العجيب ده بيحصل؟ إزاي بنضمن إن كل حركة وكل خطوة بتحصل في وقتها المظبوط بالملي؟ هو ده اللغز اللي هنكتشفه مع بعض، وهنعرف إن سر الإجابة كلها كلمة واحدة: ال PLC. طيب، دي خريطة الطريق بتاعتنا. هنبدأ القصة من الأول خالص، من ليه أصلاً كنا محتاجين الأتمتة. بعدين هنتعلم إزاي الآلات دي بتتكلم وبتفكر، وهنمشي خطوة بخطوة لحد ما نفهم ال PLC نفسه ونعرف إزاي نديله الأوامر. يلا بينا نبدأ الرحلة دي. القصة كلها بدأت من زمان قوي، من أول ما الإنسان بدأ يفكر إزاي يسهل على نفسه الشغل ويزود إنتاجه. الفكرة فضلت تتطور وتتطور، من الأدوات اليدوية البسيطة لحد ما وصلنا للمصانع العملاقة اللي بنشوفها النهاردة. الهدف كان ولسه واحد: كفاءة أعلى، دقة أكبر، وأخطاء بشرية أقل ما يمكن. ومن هنا بالظبط اتولدت فكرة الأتمتة الصناعية الحديثة. الرسمة دي بتلخص فكرة الأتمتة كلها ببساطة. عندنا عملية عايزين نتحكم فيها، في حساسات بتقيس الوضع الحالي وتبعت معلومات لنظام التحكم اللي هو العقل. العقل ده ياخد قرار ويبعت أمر للمشغلات عشان تنفذ الفعل. بالظبط زي التكييف في البيت، الحساس بيقيس درجة حرارة الأوضة، والترموستات اللي هو نظام التحكم يقرر يشغل الكمبرسور أو يطفيه عشان يوصل للدرجة المطلوبة. طيب، عشان نقدر نتحكم في الآلات ونديها أوامر، لازم الأول نتكلم اللغة بتاعتها. والخبر الكويس إن لغة الآلات دي بسيطة جدا. هي لغة ليها احتمالين اتنين بس، مفيش غيرهم: يا شغال يا مطفي. في عالم الإلكترونيات بنسمي اللغة دي المنطق الرقمي، وده هو الأساس اللي هنبني عليه كل حاجة جاية. الفرق بين الإشارات الرقمية والتناظرية عامل بالظبط زي الفرق بين مفتاح النور العادي اللي في الحيطة ومفتاح الدايمر اللي بيعلي ويوطي الإضاءة. مفتاح العادي ليه حالتين بس: يا نور يا ضلمة، يا واحد يا صفر. لكن الدايمر ممكن يدينا درجات إضاءة كتير قوي في النص. ال PLC بقى بيفكر بالطريقة الأولى، طريقة الأبيض والأسود، يا واحد يا صفر. والدايرة اللي قدامنا دي بتورينا إزاي بنترجم الكلام ده لكهرباء. لما الدايرة تكون مقفولة والكهرباء ماشية بنعتبر دي حالة on أو واحد، ولما الدايرة تكون مفتوحة ومفيش كهرباء ماشية دي حالة off أو زيرو. افتكروا الواحد والزيرو دول كويس قوي، لأنهم الحروف الأبجدية اللي بتتكون منها كل لغة الآلات. طيب، لو ال1 وال0 هما الحروف، يبقى إيه هي الكلمات اللي بنكونها منهم؟ الكلمات بتاعتنا هي حاجة اسمها البوابات المنطقية أو اللوجيك جيتس. البوابات دي هي اللي بتاخد القرارات البسيطة جدا بناء على المدخلات اللي بتجيلها. أشهر بوابة منطقية هي بوابة AND أو بوابة و. عشان نفهمها، تخيلوا إن عندنا مفتاحين نور متوصلين ورا بعض على نفس السلك. اللمبة مش هتنور إلا لو المفتاح الأول والمفتاح التاني الاتنين كانوا في وضع التشغيل. جدول الحقيقة ده بيورينا نفس الفكرة. الخرج أو الأوتبوت مش هيكون واحد إلا في حالة واحدة بس، لما المدخل A والمدخل B الاتنين يكونوا واحد. تمام، يبقى لحد دلوقتي عرفنا إن الآلات بتتكلم لغة الزيرو والون، وعرفنا إن البوابات المنطقية زي بوابة AND هي اللي بتساعدها تاخد قرارات بسيطة بناء على اللغة دي. خلينا نبني على الأساس ده ونكمل. البوابات المنطقية دي عظيمة في اتخاذ القرارات اللحظية، بس فيها مشكلة صغيرة: ما عندهاش ذاكرة. يعني بمجرد ما المدخلات بتتغير هي بتنسى الحالة اللي كانت عليها فوراً. وعلشان نحل المشكلة دي محتاجين حاجة تقدر تفتكر هل هي كانت شغالة ولا مطفية. الحل هنا هو حاجة اسمها الفليب فلوب أو القلاب، وأبسط تشبيه ليه هو مفتاح النور العادي اللي عندنا في البيت. لما بتدوس عليه بينور وبيفضل منور حتى لو شلت إيدك، ولما بتدوس عليه تاني بيطفي وبيفضل مطفي. هو كده فاكر آخر حالة كان عليها. هو ده بالظبط مبدأ عمل الذاكرة الرقمية. طبعاً الفليب فلوبس دي نفسها اتطورت مع الوقت. كان في أنواع قديمة فيها شوية مشاكل، عشان كده المهندسين طوروا أنواع أحدث وأحسن زي اللي في الصورة، واللي حلت المشاكل دي وخلت فكرة الذاكرة الرقمية عملية وموثوقة. المهم إننا نعرف إن دي دايرة بتقدر تفتكر آخر حالة كانت عليها. والنقطة مهمة هنا وببساطة شديدة إن النوع ده من القلابات فكرته إنه بيسجل الحالة اللي موجودة على المدخل بتاعه.
يعني لو المدخل كان 1 هو بيسجل جواه 1 وبيفضل فاكرها، لو المدخل اتغير وبقى 0 هو بيسجل 0 وبيفضل فاكرها. بكده بنقدر نخزن معلومة بسيطة اللي هي يا 1 يا 0، وهو ده أساس أي ذاكرة في أي جهاز إلكتروني بنستخدمه. كويس جدا. دلوقتي دوايرنا بتقدر تاخد قرارات وبتقدر تفتكر. الخطوة اللي بعد كده هي إننا نتحكم في إمتى الحاجات دي تحصل وكم مرة تحصل، وهنا بيجي دور المؤقتات والعدادات. المؤقتات أو التايمرز فكرتها بسيطة جدا، زي تايمر الميكروويف أو تايمر المطبخ بالظبط. بنظبطها على وقت معين عشان تعمل حاجة بعد ما الوقت ده يخلص، أو تفضل تعمل حاجة لمدة معينة وبعدين توقف. وفي منهم نوعين مشهورين قوي، الأون ديلاي والأوف ديلاي. مؤقت الأون ديلاي بيأخر التشغيل، زي موتور محتاج يسخن كام ثانية قبل ما يشتغل بأقصى سرعة. أما مؤقت الأوف ديلاي فبيأخر الإيقاف، زي مروحة تبريد بتفضل شغالة دقيقة بعد ما الماكينة تطفي عشان تضمن إنها بردت تماما. أما العدادات أو الكاونترز فمهمتها واضحة من اسمها، بتعد كام إزازة عدت على السير، كام عربية دخلت الجراج، أي حاجة محتاجين نعدها الPLC بيستخدم العدادات عشان يعمل المهمة دي. ودلوقتي بعد ما فهمنا المنطق والذاكرة والمؤقتات والعدادات، نقدر أخيراً نجمع كل القطع دي مع بعضها عشان نتعرف على الجهاز اللي بيلم كل ده في مكان واحد، الPLC. التعريف الرسمي بيقول إنه كمبيوتر صناعي معمول عشان يستحمل الظروف الصعبة، بس أنا بحب أشبهه بالمايسترو بتاع الأوركسترا. هو اللي معاه النوتة الموسيقية اللي هي البرنامج، وبيقول لكل آلة اللي هي كل ماكينة تشتغل إمتى وتعمل إيه بالظبط، عشان في الآخر المعزوفة كلها تطلع متناغمة ومن غير أي غلطة. ببساطة شديدة أي PLC في الدنيا بيتكون من 4 أجزاء رئيسية: وحدة إدخال عشان يحس باللي بيحصل حواليه ودي بنعتبرها حواسه، ووحدة معالجة مركزية اللي هي العقل اللي بيفكر وبينفذ البرنامج، ووحدة إخراج عشان ينفذ الأوامر ويحرك الحاجات ودي تعتبر إيديه، وأكيد في ذاكرة عشان يخزن فيها البرنامج والبيانات اللي بيشتغل عليها. خلاص كده فهمنا الPLC ده إيه وبيتكون من إيه. نيجي بقى لآخر وأهم جزء، إزاي بنديله الأوامر، إزاي بنبرمجه عشان ينفذ اللي إحنا عايزينه بالظبط. في كذا لغة برمجة للPLC، لكن أشهرهم وأسهلهم للمبتدئين هي لغة اسمها Ladder Diagram أو المخطط السلمي، ودي اللي هنركز عليها لأنها بديهية جدا لأي حد عنده فكرة بسيطة عن الدوائر الكهربية حتى لو مش مبرمج. الناس اللي اخترعوا لغة اللادر دي عملوها مخصوص عشان تكون شبه الرسومات الكهربية بتاعت زمان. الهدف كان إن الفنيين والمهندسين اللي متعودين على أنظمة التحكم القديمة يقدروا ينتقلوا بسهولة لأنظمة الPLC الجديدة من غير ما يحتاجوا يتعلموا برمجة معقدة من الصفر. وهنا بقى بتيجي النقطة الجوهرية. برمجة الPLC بلغة اللادر كأنك بالظبط بترسم دايرة كهربية على شاشة الكمبيوتر. بدل ما توصل أسلاك حقيقية بين المفاتيح والأجهزة، أنت بترسم خطوط في البرنامج، وده بيشيل تعقيد التوصيلات وبيخلي أي تعديل في النظام مجرد تغيير في كام سطر كود، مش إعادة توصيل المصنع كله. يبقى خلاصة رحلتنا دي كلها، الأتمتة بتعتمد على نظام تحكم. العقل بتاع النظام ده هو الPLC. الPLC بيقرأ إشارات من المدخلات زي الحساسات، وبعدين بينفذ البرنامج اللي احنا كتبناه واللي بيستخدم المنطق والذاكرة والتايمرز. وبناء على البرنامج ده الPLC بيطلع أوامر لوحدات الإخراء زي المواتير. وأسهل طريقة نتحكم بيها في العملية دي كلها هي لغة اللادر اللي بتشبه الدوائر الكهربية. ودلوقتي بعد ما عرفنا كل الأساسيات دي، أحب أسيبكم مع سؤال للتفكير. لو معاكم PLC صغير دلوقتي، إيه أول حاجة بسيطة في حياتكم اليومية ممكن تفكروا إنكم تعملوها بشكل أوتوماتيكي باستخدامه؟ يمكن نظام ري للزرع يشتغل لوحده لما التربة تنشف، أو يمكن نظام يفتح ويقفل شبابيك البيت حسب الوقت. الإمكانيات لا نهائية حرفياً.